عندك بيضه وصباعين موز، تعالي هتعملي وصفه حلوه قوي وبدون فرن كمان. اول حاجه نسمي الله ونجيبي البوله بتاعتك تنزلي فيها بيضه، عليها نص كوبايه سكر، عليها عصره ليمون، وعصره الليمون هنا بتخلي الكيك معايا فاتح وتحفه، ومعلقه صغيره من الخل، وطبعا رشه فانيليا، عليهم كمان 3 او 4 معالق كبار من الزيت. وبعد كده اخلط المكونات حلوه قوي، هنزل عليهم بنص كوبايه من اللبن بالشكل ده، واديله تقليبه كمان، واكون مجهزه جنبي كوبايه من الدقيق. هبدا انخلها بالشكل ده كده، مهم جدا ان انا انخل الدقيق، وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. هقلب كل مكونات الكيك كده معايا بالشكل ده، وهركنه على جنب. ولو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده هجيب عندي الطاسه بتاعتي، بنزل فيها بمكعب من الزبده او معلقه من السمنه، وارفعها على النار تسيح معايا. اجيب بقى عندي 3 موزات بقطعهم بالشكل الطولي زي ما انتم شايفين كده، يعني الواحده على 2 طوليه، وهبدا اقشرها. هتكون عندي معلقه السمنه ساحت معايا، بجيب معلقه سكر وارشها على السمنه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي بالشكل ده كده. معلقه كبيره من السكر برشها على الزبده او السمنه اللي انا سيحتها على النار، هرص عليها الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه، تحفه. طبعا السكر مع السمنه هيكرمل مع الموز كمان، هيديله طعم يجنن. هنزل بقى بخليط الكيك بتاعي بالشكل ده كده، وهبدا ارفعها على نار هاديه جدا زي نار الرز. بتحطي شياطه، حطي شياطه متعوده بتهدي النار عندك تبقى هاديه قوي، هدي زي ما انت متعوده اشتغلي. هغطيها وارفعها على نار لمده 20 دقيقه، بعد كده بقلبها. بتكون عندي بالشكل التحفه ده. الصراحه الريحه لا تقاوم، ما قدرتش استنى ان هي تبرد. انا قطعت قطعه منها، حابه اوريها لكم، هشه جدا، لونها فاتح، حلوه قوي، ريحتها حلوه قوي، سهله بسيطه وسريعه. هتقومي في بالظبط معاكي قولي نص ساعه هتكوني عملتي الكيك التحفه ده. حلوه جدا جدا. مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسوش تنزلوا في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه افضل